هل عمرك سألت نفسك ليه بنتنفس الأكسجين بالذات مع إن الهواء فيه غازات تاني ومنها النيتروجين اللي بيمثل حوالي 78% من الهواء، يعني تقريبا 4 أضعاف الأكسجين اللي هو حوالي 21%. ليه بقى ماسكين في الأكسجين اللي هو أصلا قليل؟ الحقيقة بقى إن الأكسجين مش مجرد غاز، ده أساس الحياة على الكوكب. أنت تقدر تعيش من غير أكل أسابيع، وحتى تقدر تعيش من غير مية أيام، لكن ما تقدرش تعيش من غير أكسجين دقايق. ليه بقى؟ أي وظيفة بيقوم بها الإنسان بتحتاج لطاقة. كل خلايا الجسم فيها مصنع للطاقة يسمى الميتوكوندريا. لما بتاكل الاكل بيتحول لوحدات بسيطه تسمى الجلوكوز. ايه دخلنا في الاكل دلوقتي؟ استنى، الجلوكوز ده الوقود اللي هنستخلص منه الطاقه، وعندنا العمال بتوع المصنع اللي هو الدم، واي وقود محتاج شعل عشان تخرجه. ايوه شاطر، الوقود ده هو الاكسجين، ومجموعه تفاعلات كده تطلع الطاقه اللي محتاجينها. كل ده حلو. ليه الاكسجين ما يكونش كتير ونستنشق براحتنا؟ اقول لك، عشان لو كان كتير او نقي هيدخل الجسم وهيطلع كميات طاقه مهوله كأن جواك قنبله، وده ممكن يؤدي للوفاة. فمن رحمة ربنا بينا انه جعل فيه غازات تانية تزاحم الاكسجين عشان ما يكونش نقي فيضر بينا.